هي مجرد لعبة أخرى من ألعابهم الشيطانية، ليست لهم أي أدلة ضدي. اختلقوا قضية سموها قضية ملا كريكار من بدايتها، ثم تراكمت الأكاذيب عليها ليتستروا عليها وما استطاعوا، لأن الباطل مهما كان قويا لا يستطيع أن يغطي الحق، والحق سيظهر، وهذه السنة 13 وهم يحاولون. فأنا أعتقد هذه مجرد محاولة لتسجيل هدف في الوقت الضائع كما يقولون في كرة القدم، فليس لهم شيء، ولا أعتقد هذه أضعفها. لا أعرف، يعني انتهاؤها ما أعتقد يكون قريبا، لأنهم سيستمرون وعندهم أموال سيدفعون، وتضليلهم لمجتمعهم ومجتمع الكردي أيضا وغيرهما أيضا سيستمر، لأنه أعتقد هناك من يعيش على قضية ملا كريكار. لأن إذا كانت أوكو كريم أي الجرائم الاقتصادية، مؤسسة الجرائم الاقتصادية، أنفقت في 13 شهرا 30 مليون كورونا، أي 5 ملايين دولار خلال 13 شهر. فإذا هؤلاء، كنت أقول للقاضي، كنت أقول جيد، أنتم لماذا تدفعون أموالكم؟ أنا عندي 600 كاسيت، أنتم كلها تترجمونها، أكثر من 100 كاسيت فقط حول بلاغة القرآن. أنتم لو قلتم لي كنت أفرز لكم على الأقل 100 هذه، ما تدفعوا فلوسها، وعلى كل كاسيت يدفعون 300 دولار في ترجمتها. بعدها القاضي غضب، يعني عرف أنه هذا شيء استنزاف اقتصادي. هذا بالإضافة إلى أن بعض السياسيين كانوا يحاولون أن يرتقوا على كتفي إلى أماكن أخرى، مناصب أخرى في وزارة العدل، وأيضا خارج النرويج في الاتحاد الأوروبي، خصوصا في مكان أنا ليند البطلة التي قتلت، وزيرة الخارجية السويدية التي كانت تعارض احتلال العراق. فأناس أيضا وعدوهم جورج بوش، وعدوهم هنا سياسيين نرويجيين أو سياسيات نرويجيات، أنكم ستكونون في هذا المكان إذا ساعدتمونا في خلق هذه القضية. لماذا الملا كريكار برأيك؟ أعتقد أولا لأنني كردي، لا أحد يدافع عني، وليست ورائي دولة، وكانت من السهل أن يربطوني بالقاعدة، وأيضا من السهل أن يربطوني أيضا بصدام حسين لكوني عراقيا، وأيضا أصولي إسلامي وأفتخر به بالتأكيد. فبعدها هم كم حاولوا ما استطاعوا. وأنا أضرب لك مثال جدا غريب. كان المحامي اتصل بي قال أنت في 20 شباط تاريخ كذا كنت في مدينة مخمور في اجتماع سري بين أنصار صدام حسين أو مجموعة ممثلين من صدام حسين وممثلين القاعدة. قلت من الذي يقول هذا؟ قال هذه إحدى النقاط التي سيثيرونها في المحكمة. قلت أسكت عليها، هم اللي يتوسعوا في ذلك. بعدها شوفت الباسبورت الجواز، قلت في 20/2 كنت في الشرطة النرويجية، لكن أسكت حتى هم يثيروها أكثر، وبعدها نواجههم في المحكمة. فكانت من ضمنها مثل هذه الأدلة السخيفة. قرار سياسي بالتأكيد. أصلا قضية ملا كريكار برمتها قضية سياسية من أولها إلى آخرها، لأن ما يوم من الأيام أنا ارتكبت جناية أو جرما. أنا 23 عاما وأنا أعيش في أوسلو، لا جار اشتكى من صوت مذياع، ولا طفل اشتكى من تصرفنا. عائلة متزنة كلها صاحب ثقافة وعلم وشهادات، وثم عائلة متدينة. العدو يعترف بذلك قبل الصديق. ثم التهم الزائفة التي اختلقوها هي كلها كنا نواجهها. والآن يأتي النفي والإبعاد، مرحبا به 3 سنوات أخرى، وثم لما تنتهي هذه المدة أيضا ثم يختلق شيء آخر بالتأكيد. مرحبا أذهب إلى السياحة إلى هذه المنطقة وأرحب بهم كما رحبوا بي، وأعمل لهم طعام كردي كما عملوا لي كعك كتبوا عليها كريكار، فتكون إن شاء الله صداقة بيني وبينهم. وأنا قبل مجيئي إلى النرويج أنا كنت أحترم المجتمع النرويجي وما زال. القضية تتراكم علي يوما بعد يوم، لكن أنا ما غيرت رأيي في المجتمع النرويجي. مجتمع متفتح، مجتمع مثقف، مجتمع هادئ،
وثم نحن عندنا مثل كردي يقول: العين الذي تشرب منها ما تردمها. فأنا هذه شربت ماءه وأنا لا أخونهم ولا أظلمهم، وحتى لو هذه الذين يلعبون بذيولهم لا يتجاوزون 10 أشخاص سياسيين ومخابرات، أنا سأواجههم بالحقيقة. أنا بالأصل إنسان مثقف مفكر مسلم ورئيس حزب كما هم رؤساء أحزاب، فأنا لا أتحرك معهم إلا سياسيا، وهم يريدون أن يجروني إلى ما لا نرغب فيه، ما لا يرغب فيه، ولذلك هم يستفيدوا من هذه الإسلام فوبيا في مجتمعهم. وأنا أواجه المجتمع النرويجي إن شاء الله مباشرة دون المرور بالإعلام المزيف بسحرة فرعون، وسأواجه الناس على حقيقتي. يعني الآن هذه السنين الثلاث التي كنت في السجن، أنا أعتقد 90% من البتين من الحراس في السجن غيروا آراءهم تجاهي، وأنا على يقين في ذلك. هو هذا السؤال يجب أن نسألهم هم. 23 عاما وأنا في أوسلو. جيد، واجهتموني بشتى التهم، أكثر من 35 تهم، والعار علي أم عليكم؟ دخلت المحاكم 50 مرة، وحققت معي أكثر من 700 ساعة، وأيام متواصلة 13 يوما، من الساعة 8:30 أو 9 إلى 3:45 كل يوم. وكنتم تسألوني، وقبل أن كنتم تعرفوني أنا ألفت كتابا في عام 2004 وذكرت فيه بصدق كل شيء. أين درست؟ أنتم ذهبتم إلى المدارس التي درستها، ذهبتم إلى الجامعة التي درست فيها، حققتم في اسمي، حققتم في درجاتي. لا، لأنهم يخافون أن يواجهوا مجتمعهم. يعني يقولون: هل معقول؟ الناس يسألهم: هل معقول أنتم كنتم تجروننا إلى هذه الدهاليز من الكذب والتضليل بسبب قضية اسمها ملا كريكار؟ وملا كريكار هو صادق. ملا كريكار ليس مواطنا نرويجيا حتى يكون مع اليمين أو مع اليسار، ولا يوم من الأيام اعتبرت هذه ساحتي. أنا جئت ضيفا عليهم، لكن أنا ماذا أفعل وأنا كردي لا أحمل جواز سفر؟ أنا لو كان عندي جواز سفر وكان عندي دولة أنتمي إليها كنت أعود إليها، لكن ما الذي أستطيع أن أفعله؟ لكنني سأصبر، والآن أحس أنني في 25 من العمر، وسأواجههم بصبري حتى يتعبوا وحتى تتوضح الصورة كاملة في المجتمعين الكردي والنرويجي، وسيعرف الناس كذبهم وتضليلهم. لأن لابد أن نكون صادقين مع الناس، وأنا صادق مع النرويجيين، لا خايف منهم. لو كان الناتو كلها خلفهم لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من إرادتي، وأنا مرفوع الرأس بأنني أنتمي إلى جدي صلاح الدين الأيوبي. وهل تفهم معنى ذلك؟ فيه نكتة بالمناسبة، يقول أن كرديا كان يمشي مع عربي فوجدوا قطعة حديد. الكردي قال: والله هذا قطعة مقص. العربي قال: لا، هذا سكين. فتشاجر، والعربي أخذ الكردي ورماه في الماء في النهر. الكردي حتى غرق قال: هذا مقص. فحتى وهو يغرق أشار بإصبعيه أنه هذا مقص. هذا هو الكردي. وفي العراق عندهم مثل العرب يقولون: الكردي إذا قال نانا. ويجب أن يعرف المجتمع النرويجي والساسة الذين يحركون ذيولهم في هذه القضية أنهم لا يستطيعون أن يفرضوا على إرادتي شيئا بإرادتي. صفر، والله يا أخي أدنى من الصفر. في نظرية اسمها نظرية أبراهام ماسلو. أبراهام ماسلو رجل يهودي عاش في فرانكلين في أمريكا، لكن هو بالأصل روسي. في عام 1943 قدم نظريته اسمه نظرية هيومان، النظرية الإنسانية، الحقوق الإنساني. هو يقول لابد أن يحصل الناس أولا على physiological needs، الحقوق الأساسية الفيزيائية، لنقول فيزيك يعني الطعام والشراب والنفس وكذا. ثانيا security needs، القضايا الأمنية. بعدها الانتماء وتحقيق الذات وهكذا. أنا قبل مجيئي إلى النرويج كنت مدرسا في جامعتين، راتبي كان بقدر 5 أطباء باكستانيين، وعندي بيت وسيارة وأولاد ومستقر، وعندي خطبة الجمعة في المكان الاجتماعي. فلما جئت إلى النرويج، يعني تخيل في بلد ديمقراطي ضاع الأول والتالي كما يقول العراقي، ضاعت كل حقوقي الفسيولوجية، ضاعت كل حقوقي الأمنية، ضاعت حقوق الانتماء. فأنا الآن لا منتمي للعراق ولا منتمي للنرويج، ولا أحمل أي مستمسك قانوني على الأرض.
يعني من الغريب، وأنا أعرف ومتأكد أن المجتمع النرويجي لا يعرفون هذه الأشياء. 2 من المجتمع المدني النرويجي يعرفون، الذين يؤازروني وآزروني في السابق. ومن الغريب جدا كلاهما لا يؤمنان بالدين. أحدهم ويليام نيغور الذي طبع الآيات الشيطانية وأصيب ب5 رصاص ضربوه، وهو لا يؤمن طبعا لا بالإسلام ولا بشيء، لكن هو الذي آزرني من البداية وإلى الآن. وحتى في السجن كان يلح علي أيضا لأوافق لكي يزورني في السجن. والثاني أستاذ جامعي رئيس منظمة بلا دين أو لا دينين أو الإنسانيين، هو الذي كان يدافع عني بقدر المحامي. هذا في المجتمع المدني. وأنا على يقين المجتمع المدني النرويجي لو يعرف قضية ملا كريكار على حقيقتها لا يقبلون من ساستهم مثل ما يتحركون، لأن ليس من المنطق والمعقول 50 مرة الرجل يقدم للمحاكم وهو لا يجد شيئا، لا يجدون عليه شيء، واتهام إثر اتهام. يعني اتهامات صارت مثل البصلة، كل ما أنا أقشر تظهر لي تهمة أخرى جديدة وأدخل معها، ونذهب إلى المحامي إلى القضاء تقول الأدلة ليست كافية، تفضل اذهب إلى البيت، وهكذا دواليك.